صراحي على ذمة القضية يعني. وسبب التحقيق هو فيديو يعود لعام 2022 أو 21. والفيديو عمره سنتين أو 3 سنوات. كنت أتحدث فيه عن نظرية ابن خلدون في قيام الدولة وانهيار الدول، وأنه ما الأمور التي يجب أن تفعلها تركيا كي تستمر الدولة قوية. والفيديو يعني كل الإخوة الأتراك حتى الذين شاهدوه كتبوا تعليقات أسفل منه، يعني كلهم كانوا مبسوطين ومنبهرين. والفيديو قديم يعني ولم يقدم أحد شكاية، لكن فوجئت أنه المحقق الشرطة هي التي قدمت شكوى ضدك أنه هذا الفيديو فيه مخالفة للقوانين وأمور كهذه وأمر عجيب. فطبعا أنا تشككت في الأمر أن الشرطة هي التي تشتكي. يعني أنا كنت أتوقع أنه اليساريين أو البكك أو غير أو يعني أميت أزداغ أو هؤلاء هم الذين يشتكونني في أي فيديوهات، لكن أنا فوجئت أن الشرطة هي التي تشتكيني. فكون أن الشرطة تشتكيني الله أعلم، ربما يكون الأمر خلفه شيء ما غير الظاهر، يعني ربما يجري تسليمي إلى السيسي، ربما يكون هناك اتفاق ما. يعني أنتم تعلمون لا يوجد أمان في السياسة، والقاعدة التي تعلمناها هي لابد من التعامل مع الأمور على أسوأ الاحتمالات. أسوأ الاحتمالات هو أنه تكون هذه الشكاية بداية لمؤامرة لتسليمي أو ترحيلي وحكم الإعدام ينتظرني، وأنا لا أخشى من الإعدام شيئا. نحن سنموت، وأن نموت شهداء أفضل من أن نموت على السرير. فنحن نحن أحفاد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم من كبار القادة الفاتحين يعني. فكما قال خالد بن الوليد: لا نمت أعين الجبناء. هل هناك أمارة خلف هذه الشكوى؟ ربما طبعا، لأنه لماذا الشرطة تشتكيني الآن وهي لم تشتكيني طوال 3 سنوات عن نفس الفيديو الموجود أصلا منذ 2 أو 3 أعوام؟ والفيديو يعني أصلا ليس فيه أي شيء، أنا لم يوجه لي أي جملة. يعني ما هي الجمل اللي محل الاعتراض؟ أنا لا أفهم. أي دولة هي مثل الإنسان، تولد وتنهض ثم تسقط وتموت. فعندما نقدم نصيحة نقول للشخص: أنت عندما تصل إلى سن 70 سنة أو 80 عاما ستموت، عليك أن تنجب أطفالا وعليك أن تهتم بصحتك وتذهب للطبيب. فتفاجأ بي يقول لك: أنت إذا تريد أن تقتلني، ويقدم لك شكوى أنه أنت تريد أن تقتلني. فطبعا هذا الأمر جعلني أرتاب، ونحن لا ننتظر حتى تحدث الكارثة، لابد أن نتحرك من البداية. وأنا في النهاية أثق في الله سبحانه وتعالى، وأثق في جمهوري فقط، وأنا لا أثق في أحد آخر، أثق في الله وفي جمهوري فقط. وأنا الله سبحانه وتعالى يعني يوفقني ويسهل لي الأمور بفضل دعوات عامة المسلمين الذين لا أعرفهم، وأصحاب الفضل علي يعني هو الله سبحانه وتعالى وهذا الجمهور عامة المسلمين. الله يحفظني بدعواتكم وبارك الله فيكم. ونحن على خطى الرئيس مرسي رحمه الله، وكما قال الرئيس مرسي في آخر خطبة له: ليعلم أحفادنا أن آبائهم كانوا رجالا ولن يعطوا الذل لأحد، ونحن سنظل نقول الحق. وكما في سورة ياسين: لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كان هذا الرجل ينصحهم لوجه الله لا يريد منهم أجرا، فماذا فعلوا فيه؟ قتلوه. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فأنا أعرف في النهاية، وكثيرون يعني يقول لي: يا أخي أنت تدافع عن تركيا، وأنا أقول له: أنا أعلم أن الطعنة قد تأتيني إلى ظهري من تركيا، وأنا أعلم هذا. وطبعا كنت أتوقعه، لأنه شيء طبيعي أنه أنت لما تنصح الإنسان لا تتوقع أن الإنسان يقول لك شكرا، لا، توقع منه أنه هو يتعنق، هذا أمر عادي. فأنا لا أعرف لماذا الشرطة قدمت ضد الشكوى الآن. هذا سؤال ولغز أنا لا أعرفه. والفيديو أصلا يعني كل من شاهده من الأتراك كلهم كتبوا التعليقات. طبعا التعليقات القناة حذفت الآن اللي تشوف حذفها، لكن أنا لا أفهم كيف هذا. فربما يكون هذه الشكاية مقدمة لشيء ما، الله أعلم. فننظر هل هو هناك موظف فهم الأمر الفيديو خطأ أم هي بداية لمؤامرة، الله أعلم. أيا ما كان، أنا سعيد وفخور بكل الفيديوهات التي نشرتها. انشروا كل فيديوهاتي كلها للنفع العام، فانشروا كل فيديوهاتي، وهي ليس عليها أي حقوق طبع ونشر. وأنا أعمل هذه الفيديوهات لوجه الله تعالى، وهي تكون صدقة جارية لي ولكم من ينشرها عندما أموت وأدخل قبري. فأنا أوصيت أن أدفن مع هذه الفيديوهات إذا مت على سريري يعني. أما إذا مت في ساحة الشهادة فيعني يكون هذا شرف كبير بإذن الله إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.